عندك شي فلور في الدار حضريه بهذه الطريقه اللي غادي تولي عندك ايد مبان، وكذلك اللي ما كيعجبوش شي فلور فغادي يعجبو بهذه الطريقه هذه. كيجي لذيذ بزاف صراحه، كيستحق التجربه. وبسيط نخليكم مع طريقه التحضير وفرجه ممتعه. ولايك للفيديو. اول حاجه غادي ناخذ شي فلور، غادي نحيدو له كاع ديك الوريقات نتاعو بهذه الطريقه هذه. كاع ديك الكحوليه اللي كتكون في الوجه كنحيدوها كاع تماما. كتحيدو ديك الوريقات اللي كيكونوا لاصقين في الجدير، كذلك كتحيدوه او في ديك الغصن نتاعو كتحيد ديك الوريقات باش ما كيمرروش لينا فاش كنبغيو نسلقوه. صافي هنايا بهذه الطريقه هذه غادي نقيوه مزيان، ثم غادي نغسلوه وكنردوه يتسلق لينا. صراحه كيستحق التجربه، كيجي رائع 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 ادمان صراحه. انا وليداتي ما كيبغيش شي فلور وعجباتهم هذه الطريقه هذه، كتجي هائله ما كيبانش نهائيا. وهنايا صافي من بعد ما نقيته مزيان فكنردوه يتسلق لينا في شويه ديال الملحه. من بعد ما يعني يتسلق لينا كنوضعوه في واحد الشبيكه، كنخليوه في واحد الشبيكه انه يستقطر من ديك الماء مزيان. ثم غادي نعاودو مره اخرى اننا نضغطوا عليه باليد نتاعنا باش هكا كيحيد كاع ديك الماء اللي كيكون فيه، لان الماء ما يخليش يتجمع لينا. فكنحيدوا له ديك الماء. شوفوا الزلافه راها فيها الماء، كميه ديال الماء اللي حيدت منه كبيره. صافي هنايا من بعد ما يعني مزيان ضغطت عليه، صافي هنايا كنوضعوا واحد الكميه ديال الدجاج. بالنسبه للدجاج فكيبقى لكم على حسب الكميه ديال شي فلور، يعني استعملتوا نص ديال شي فلور تستعملوا نص ديال الصدر نتاع الدجاج، استعملتوا شي فلور شي فلور كامل راس يعني كامل فكتستعملوا صدر الدجاج كامل. صافي هنايا غادي نضيفوا كذلك بصيله، شويه ديال القزبر والمعدنوس والثومه، شويه ديال التحميره، شويه ديال الابزار وشويه ديال الكمون. وغادي نخلط الكل جيدا. بغيتو تستعملوا صلصه حاره فاستعملوها، كتبقى لكم اختياريه. صافي من بعد ما وشويه لا شابلور عفوا، ملعقتين كبيرتين. صافي غادي نجمعوا العناصر جيدا، كنديروهم كويرات بهذا الشكل هذا، ما يكونوش كبار وما يكونوش صغار. وصافي هنايا غادي نمررهم في الدقيق مباشره بهذا الشكل هذا. كتحاولوا ان التصل نتاعكم انكم ما تحركوه بهذه الطريقه هذه باش هكا الكره تمرر مزيان او تمرغ مزيان في الدقيق. صافي من بعد كنوضعوهم في واحد الصينيه. من بعد ما كنكمل الكميه اللي عندي كامله كندوزو نقليوهم بهذه الطريقه هذه. كتكون الزيت ساخنه من قبل، وكنطيبوهم بهذا الشكل هذا حتى كياخذوا واحد اللون اللي هو حميمر. وصافي كان هذا هو الشكل ديالهم النهائي، كيجي اكثر من رائع. شوفوا الشكل النهائي صراحه مجاليه، ولكن هذه الطريقه دي كيجي رائعين بزاف. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك للفيديو. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.